توكلنا على الله، توكلنا عليك يا رب. رزقنا وتحنن علينا، رزقنا برزق عيالنا. ايه ده؟ ايه ده؟ قتيل يا بلد، قتيل يا عمدة، قتيل 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 يا ولاد، قتيل. ده مش وضع بلد، ده عمدة. معدل الجريمة زاد خالص عندك، دي تاني حادثة تحصل في أقل من شهر. طب وانا بيدي ايه يا معالي الباشا؟ معرفش بيدك ايه، شد على الغفر التنابلة بتوعك دول شوية، خليهم يصحصحوا شوية. حاضر حاضر يا معالي الباشا. قول لي يا عمدة، هو الواد اللي ليو ده من عيلة مين؟ بسيوني ده من عيلة السوالم يا باشا. يا عمدة أنا عايز كل قرايب الولد ده وأصحابه، وكمان الصياد اللي ليه يجون المكتب تاني. حاضر، النهارده يكون عندي سعادتك. يا عمدة الولد ده اتقتل قبل ما يترمي في المية. الحادثة دي حادثة مش عادية. عموما احنا هنستنى تقرير الطبيب الشرعي ونشوف هيقول ايه. ربنا يسترها يا باشا. مالك يا عوض؟ كل يوم تيجي تقعد هنا على البحر؟ بسيوني كان صاحبي يا عم جودة، واكتر من اخويا، مستحيل انساه. الله يرحمه يا ابني، الفراق صعب، انا حاسس بيك. امال اعمل ايه هاني على ابني؟ ربنا يرحم الاتنين. اللي قول لي يا عوض، هو بسيوني كان عامل مشاكل مع حد؟ لا يا عم جودة، بسيوني غلبان وما كانش له في المشاكل. امال تفتكر مين اللي عمل فيه كده؟ ما اعرفش يا عم جودة، ما اعرفش، يا ريتني كنت اعرف. طب ما قالكش على اي حاجه قبل ما يموت؟ ما قاليش غير انه يعرف الست اللي رمت ابنها في الخلا. وقال لك هي مين؟ ما قاليش يا عم جودة، كان موعدني انه يقول لي بعد 7 ايام، فاتوا 6 ايام وهو مات. ما قاليش. واه يا حول الله، يعني كان فاضل يوم واحد. ايوه يا عم جودة. طب ليه ما قالكش طوالي؟ برضه ما اعرفش، الله يرحمه ما اعرفش كان يقصد ايه. ربنا يخليك يا بنتي، محدش كان بيحب سعد قدك. سعد كان اخويا يا عم جودة، الله يرحمه. ويخليك يا بنتي ويفرحك. في ايه؟ قلت الجودة يا مكسوفة الرقبة. ما قلتلوش حاجة والله. أنا وعيلك يا بت وأنت واقفة معاه. صدقني ما قلت له حاجة، ده هو كان بيسأل عني، اكمني كنت صاحبة سعد ابنه. اسمع يا مكسوفة الرقبة، أنت أنا خدمتكم كتير أنت وأمك، بس مش هيجي على آخر الزمن وأتعلق في حبل المشنقة عشانكم. مالك بيها يا أعرج؟ اسمع يا عم عدلات، أنت أنا لو وقعت مش هقع لوحدي. انت بتهددني يا أعرج؟ بنتك كانت واقفة مع جودة دلوقتي، ولو اتوكدت إنها قالت له حاجة هدفنها حية. تدفن بنتي حية يا أعرج؟ تدفن بنتي الكبيرة؟ انت اتجنيت؟ وادفنك أنت كمان لو حكم الأمر. يا روح ما بعدك روح. اللي خلاني رميت عربي ود بيتي وخليت الناس كلها تقول عليه ابن حرام عشان خاطر امه اللي اتجوزت من ورايا ومش برضايا، وانا ما كنتش عايزاها الجوازه دي. مش هتقول عليا انت. الأعرج اللي له مقتول ده يا عمدة ايه حكايته؟ علمك يا معالي الباشا، بس اللي نعرفه ان البلد ارتاحت منه ومن شره. أنا عارف إن هو مسجل يا عمدة وليه سوابق، بس موته ده احنا لازم نعرف ايه السبب. ما هي مش غابة يا عمدة.